السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم الصحة والسعادة. معاكم ام شذى. النهارده هتعملي ايه يا ام شذى؟ هقول لكم هعمل ايه. هعمل شوية رز كده مع حتتين لحمه كده، عاملاهم بس طريقه ازاي عملتهم ازاي يا ام شذى هقول لكم، بس نخش الفيديو واقول لكم الاول عملتها ازاي. يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. طبعا انا معايا هنا لحمه، انا مش هقول لك الكميه، طبعا الكميه زي ما انت عاوزه، تحط كيلو، تحط اتنين، تحط ان شاء الله ربع كيلو لحمه براحتك، لان في الزمن اللي احنا فيه ده ما حدش يحدد كميات. معايا هنا لحمه ومعايا طماطم ومعايا بصل، في ممكن تضيفي فلفل بس انا مش انا عن نفسي ما بحبش الفلفل، تمام؟ فممكن الفلفل ده اختياري، تضيفيه عادي براحتك. بحط اللحمه هنا معايا في الحله بتاعتي، وبضيف الطماطم وبضيف البصل وبضيف البهارات بتاعتي اللي هي انا حطيت فلفل اسمر وشويه ملح، وحطيت كل حاجتها مع بعضها كده، وبقوم رايحه عاطيالهم تقليبه مع بعض. وبقلبهم وبحطهم على النار، بسيبهم على نار هاديه خالص، ما بحطش ميه نهائي، بسيبهم على نار هاديه لما يستووا كلهم مع بعضهم. ما بتلاقيش بقى اثر للطماطم والبصل دي، بيستووا مع بعض وبتبقى جميله جدا جدا. تعالى يا كريم، كريم حفيدي تعال. بحط هنا شويه كاري بسيط كده بيطعم الوصفة بتاعتي. هقلبهم كلهم مع بعض واروح احطهم على النار واسيبهم يستووا على نار هادي. يلا ايه، نصلي على الحبيب المصطفى ونقول الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين. على فكرة يا جماعة الوقت الحاجة غالية أوي 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 زيادة عن الحد، فاحنا نحاول نصرف نفسنا ونعمل حاجات بتبقى شكلها جميل وشكلها حلو وطعمها حلو. وبنعمل هنا عملت الرز بتاعي. الرز دي يا جماعة رز من اللي هو بتاع التموين اللي احنا بنقول عليه كفلاحين رز فلبين. عملته زي الرز البسمتي بالظبط، اظن احنا عملناه كتير مع بعض فما جبتش الطريقة وانا بعمله. تمام. انا حمرت البصلايه وحطيت الميه بالرز، وبعدين حطيت كركم وشويه كاري، شويه بهارات زغنطتين ومكعبين مرقه وشويه ملح، وقلبتهم وسبت الرز ايه يستوى معانا. تمام. هتقولي يا ام شذى يا ام شذى انت عملت الرز كده من غير شوربه مش هيبقى حلو؟ هقولك افرضي انا ما عنديش شوربه، ابقى اعمل ايه بقى؟ لا، مكعبان مرقه هيفوا بالغرض وتعملها. والله العظيم والله العظيم اعملي بس على الطريقه بتاعتي زي ما بقولك دي، والنتيجه تحفه تحفه تحفه، والله العظيم كانت جميل. انا عملت الرز واللحمه معايا بتستوي، وبقلبها كل شويه عشان اشوفها العود ممكن تلزق مني، بقلبها و بجهزها استوي معايا على طول، ما خدش وقت لان اللحمه دي صغيره ما بتاخدش وقت. وهي طلعت النتيجه بسم الله ما شاء الله. ادى الرز الفلبيني اللي هو بتاع التموين اللي احنا بنقول عليه اللي مش نافع، طلع معاكي تحفه وجميل اهوت، وزي الرز البسمتي بالظبط.